السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما الذي جاء بك يا تبونياهو؟ جئت لأشتكي المغاربة الذين انتهكوا سيادة الجزائر وظلموا فريق اتحاد العاصمة. لا تصدقه يا إنفانتينياهو، الكابران هو الذي سرق أقمصة نهضة بركان وجاء لنا بأقمصة من الجوطية. وماذا فعلت بالأقمصة التي سرقتها يا تبونياهو؟ لقد قدمناها قربانا لإلهنا العظيم بومديون في معبد آمون. اسكت أيها الغبي، أنت تفضحنا في الفيفا. وماذا تريد مني الآن يا تبونياهو؟ نريد من الفيفا أن تعتبر فريق اتحاد العاصمة فائز، وأن تفرض عقوبات على نهضة بركان لأنهم وضعوا خريطة المغرب تشمل الصحراء الغربية على قميص الفريق. ولماذا لم يأتي بطوشياهو ليشتكي المغرب في الفيفا؟ ألا تقول بأن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع يا تبونياهو؟ لأن الفيفا لا تعترف باتحاد الكرة في دولة بطوشياهو. ولماذا إذن لم تذهب إلى الأمم المتحدة لتشتكي لهم الخريطة على قميص نهضة بركان؟ لأنهم أيضا هناك في الأمم المتحدة لا يعترفون بدولة بطوشياهو. فإذا لماذا أيها الكابران الغبي تدافع عن دولة لا يعترف بها أحد؟ بصراحة يا إنفانتينياهو، أنا أكره المراركة لأنهم حقروا إلهنا العظيم بومديون في حرب الرمال. وكذلك لقد أجلسوني على جرة الكوكاكولا في حرب أمجالا يا عالي المقام إنفانتينياهو. وما دخل الفيفا في مؤخرتك يا خنزرحه؟ قل لي ماذا تريد مني الآن أيها الكبران الغبي؟ نريد من الفيفا أن تتدخل في القضية لأن فوزي لقجع كالعادة رشا محكمة الطاس. نعم طبعا، لقد رشا الطاس عن طريق دبوزياهو مثل ما فعل مع الحكم قاسامة. أرأيت يا إنفانتينياهو، أنت أيضا تعلم بالمؤامرات الذي يعملها فوزي لقجع على الجزائر. أنا لا أعلم شيئا يا تبونياهو، أنا فقط أتابع ما تقولونه في بلدكم والأخبار، وأعتقد أنني فهمت عقلية الحمار.